هلو. في ألعاب بسيطة ممكن تنمي ذكاء طفلك من الشهر الأول. من الشهر الأول، أيوة من الشهر الأول. لو أول مرة تشوفيني، أنا دكتورة مروة البرلوسي، أخصائية الأطفال وحديث الولادة، وهكلمك إزاي تنمي ذكاء طفلك من أول شهر. طبعا في أمهات كتير يستغربوا الكلام ده، وهل الطفل ممكن ننمي ذكائه من الأول؟ اول حاجة ان انت تتواصلي معاه بصريا، ان انت دايما تكلميه، ودايما حتى لو هتغني له، حتى لو تكلميه كأنه واحد كبير. الطفل مع الوقت بيتعلم الكلام منك، وبيبدأ يفهمك، وبيبدأ يكرر كلامك. زائد ان هو لما يشوفك بتضحكي هيبدأ ينمي عنده الابتسامة الاجتماعية، اللي بتلاقيه بدأ يضحك معاكي، وهتلاقي ان الموضوع بدأ يبقى ظريف. لو شفتي الفيديو اللي انا كنت حطاه للاطفال اللي هم بدأوا يتكلموا من سن بدري جدا لان اهاليهم كانوا بيتكلموا معاهم، Say hi. هتعرفي ان الطفل بيتطور بسرعة جدا. الطفل اللي اهله تاني حاجة الصور. الطفل من الاول ما بيبقاش شايف رؤية واضحة، بس ممكن يشوف الابيض والاسود، فانت ممكن تجيبي له الكتب اللي فيها مصورة اللي فيها ابيض واسود، هتبقى جميلة بالنسبة له، وفي نفس الوقت هتبقى لو جبتي له ألعاب بتعمل أصوات بسيطة، الطفل بيسمع من أول يوم. فالحاجات دي هتنمي الحواس بتاعة الطفل. غيري نغمة صوتك، هتلاقيه بدأ يتفاعل معاكي. هاتيله ألعاب وحركيه قدامه، شوفي بيتبعها بعينيه ولا لأ. ما تنسيش احنا بنحط الطفل على بطنه من أول يوم، من أول دقيقة، وبعد كده بنزود دقيقتين 3 دقايق تحت عينيكي. ده بيقوي عضلات بطنه، وبيساعده ان هو يقوي عضلات الرقبة. التامي تايم مهم جدا، او وقت البطن مهم جدا، بيقوي عضلات الرقبة وبيقوي عضلات الظهر. لو انت رفعتي لعبة قدامه فهو هيبص عليها، فده هيقوي عضلات الرقبة له. لما يكبر شوية ابدأي هاتيله ألعاب زاهية وألوانها جميلة، هتلاقيه بدأ يبص عليها. الألعاب اللي بتتركب في المات اللي بينام عليها ويفضل يلعب بيها بإيديه، ده بيعمل كوردينيشن ما بين إيديه وما بين اللعبة. يقدر من 6 شهور يمسك لعبة ويحطها في الإيد التانية، ويقدر يلعب معاكي بعد كده. عند الشهر التاسع ينفع يلعب بيكابو، ان انت تغمي طفلك وتعملي له كده هتلاقيه بيضحك. زائد ان بعض الاطفال ما بيعرفوش يناموا الا على الوايت نويز، او الموسيقى اللي هي للنوم اللي بتبقى شبه الرحم، زي موسيقى المية، او موسيقى صوت زي العربية، تحريك العربية حواليه. في بعض الاطفال ما بتقدرش تنام الا على الصوت ده. فدي حاجات بتهدي الطفل وتساعده ان هو ينام. اول سنتين ما ينفعش تحطي ابنك قدام شاشات وتسيبيه، ومش هيتعلم حاجة. واي القنوات اللي بتعرض حاجات للاطفال دي ما بتعملش حاجة الا انها بتأخر النمو اللغوي عند الطفل، وتخليه منفصل عن العالم. فما تفرجيش طفلك على الشاشات حتى لو حاجة بسيطة، لا، ممنوع نهائي في أول سنتين إن انت تحطيه قدام قنوات أغاني، علشان ده هيأخر نموه، وهيأخر اللغة عنده، وهيأخر التواصل الاجتماعي مع اللي حواليه.